بعد مد وجزر خرجت سامية الشاوية في فيديو لايف بتصريح صادم أثار تفاعلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي. سامية عبرت بوضوح عن ندمها على قضائها 20 سنة كاملة مع زوجها الريبوح، معتبرة أن ما عاشته لم يكن سوى زواجا فاشلا، وأنها أضاعت أجمل سنوات عمرها في علاقة لم تستحق الاستمرار. الأكثر إثارة للجدل كان رأيها حول مدة الزواج، حيث أكدت أن أي زواج فاشل يجب ألا يستمر أكثر من عامين حتى يمنح الطرفان فرصة لبدء حياة جديدة بدل إضاعة الوقت في خلافات متكررة أو التعايش القسري. وأضافت سامية أن التسرع في الإنجاب خلال السنوات الأولى من الزواج قد يكون عائقا كبيرا أمام الانفصال، لأنه يربط الشريكين بعدد كبير من الأطفال ويجعل قرار الطلاق أكثر صعوبة حتى وإن غابت السعادة والانسجام. تصريحاتها قسمت المتابعين بين مؤيد يرى في كلامها جرأة وواقعية، ومعارض اعتبره تقليلا من قيمة الصبر والتضحية داخل الحياة الزوجية. وبين الانتقادات والتأييد، سامية فتحت بابا واسعا للنقاش حول معنى الزواج الحقيقي وحدود الصبر في علاقات قد تتحول من حلم جميل إلى قيد مؤلم.